السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. حبيباتي، في هذا الفيديو ندير معكم تحضيرات رمضان. الفيديو كان طويل بزاف، على هكاك قسمتها لكم على جزئين. نبداو بالجزء الاول. كما كتشوفوا حبيباتي رانا ندورو هنايا في السوبيرات، ما درناش سوبيرات وحده، درنا شحال من سوبيرات، على هكاك ما نجمش نصور لكم وحده يعني سبيسيال تروحوا لها. كاين كما تعرفوا رانا مقبلين على شهر رمضان، صوالح بزاف الناس تبغي تشريها، على هكاك كل حاجه تلقوها في بلاصه. هنا ينشروا صوالح اللي نحتاجهم يعني القضيه نتاع رمضان. وبعد ما نكملوا كما كتشوفوا هنا حبيباتي كاين ناس بزاف ما عندهمش، على ما بغيتش نوريكم واش شرينا واش مشريناش، راه باينه صوالح اللي نحتاجهم في رمضان. برك حاجه بغيت نقول لكم عليها، واللي هي هذا التحضيره الجبنيه موندو. الذوق نتاعها شباب بزاف وفيها شحال من احجام. كاين 3 كيلو كما كتشوفوا 800. تبغوا تشروها نتوما والعائله نتاعكم انت واختك ولا وجارتك وتقسميها 735 الف، تلقوها في السوبيرات قبيز في مشريه. بالنسبه لتحضيرات رمضان ما غاديش يكونوا في نهار ولا يومين. بالنسبه لهذا الفيديو انا ما صورتها لكمش في نهار واحد، يعني هاد الصوالح كامل ما درتهمش في نهار واحد، كنت كل خطره ندير حاجه. الحاجه الاولى اللي بديت بها هي نيطواية الفريجيدير. كنا دايرين هذا نتاع الورد كما كتشوفوا بالالوان، عاود بدلنا هذا البلاستيك. انا بغيت نوريكم كيفاش ديروا تغلفوا هاد لي زيطاجير. اول حاجه درتها نقيت هاد لي زيطاجير، نقيتهم بالجافيل. بالنسبه لهذا البلاستيك تلقوه متوفر في كامل المحلات اللي يبيعوا الاواني المنزليه، يتباع بالمترا. هنا كما كتشوفوا نقطع مستطيل يكون كبير على هذا الرف، باش من بعد نعاود نقلبه كما كتشوفوا. نخليكم تفرجوا باش تفهموا الطريقه سهله بزاف وتبدل لكم كامل المنظر نتاع الفريجيدير من الداخل. حبيباتي بعد ما تكملوا وتغلفوا باش ما يبداش يبوجي لكم هذا البلاستيك، ديروا له سكوتش بهذه الطريقه، قصدي الجوانب. هي بعد ما نكمل ونغلف كامل عاود نرجعهم للفريجيدير نوريكم كيفاش جا. صدقوني المنظر تبدل. وهنا ما درتش برك في لي زيطاجير، درت حتى هذوك لي زيطاجير نتاع الباب، ودرت في هذاك القجر اللي يجي تحتها درت له واحد المستطيل وحطيته. يعني ما عنديش كيفاش ندير نغلفه ولا نعاود نرجع له الجوانب تاعه. شوفوا كيفاش تبدل المنظر تاعه، جا شباب بزاف. صوالح بزاف صورتهم لكم العوام اللي فاتوا، مبغيتش نعاودهم لكم، واللي هي نيطواياج نتاع الكوزينه، الحك نتاع المواعين، وحتى التغلاف نتاع الكوشه كنت غلفتها بالالومنيوم. مبغيتش نعاودها لكم في الفيديو، بغيت نعطيكم حاجات جداد. وبالنسبه للبنات اللي راهم مضيعين نقول لكم جروا في هذا رمضان روحوا شروا ميكرو اوند. احنا الاسم نتاعها كوندور، هي كوشه او ميم طون ميكرو اوند. احنا نخدموا بها حاجه خفيفه على اساس انها ميكرو اوند، ما نبغوش نكثروا فيها الخدمه بزاف، ديجا عندنا كوشه. هنا كنت نيطوايتها. وهنا بغيت نوريكم واش هما التحضيرات اللي درتهم بالنسبه للدجاج. الحاجه اللي نبغيها في الدجاج واللي هي صدر، نجموا تشكلوا به شحال من حاجه، تبغوا ديروه للمملحات، تبغوا ديروه حتى الاطباق. ديجا راني حاطيت لكم من قبل فيديو نتاع تحضيرات رمضان تاع العام اللي فات، كنت درت لكم شحال من حاجه بصدوره تاع الدجاج. تقوم بعد نحط لكم الفيديو نتاعها باش تدوا افكار. هذاك الفيديو كان مخصص نوعا ما للمملحات. انا كانوا عندي واحد 3 نتاع الدجاجات. اول حاجه بديت بها واللي هما صدوره تاع الدجاج. كان عندي هاد لي ساشي نتاع الكونجيلاسيون، راه متوفرين في المحلات اللي يبيعوا لوازم الحلويات ولومبالاج. هنا يا حبيباتي كنت دسيت زوج كما كتشوفوا، واحد خليته للبسطيله وواحد خليته للبوراك.
وبالنسبه لهياكل هادو تاع الدجاج خليتهم باش كي ندير بهم يعني كانش اطباق نحط بهم ولا نطيب بهم عفوا زيتون ولا جلبان ولا اي حاجه. انا دائما نستعملهم نطيب بهم. وبالنسبه لهاد الصدوره تاع الدجاج نرميهم على اساس انهم اطباق. هنا يا حبيباتي بالنسبه لهاد الزوج ولا بالنسبه لهاد الصدر عفوا تاع الدجاج دوك نرحيه ونوريكم واش ديروا به. انا نعطيكم واحد الصور باش تشوفوا واش هما الاطباق اللي تقدروا ديروا بهم. نخليهم لكم الصور من بعد. بالنسبه لهادو لي كويس حتى هما كيما كتشوفوا ندير لهم التتبيله. درت لهم مغرف صغيره حبه كحله، مغرف صغيره كمون، مغرف صغيره عفوا كركم وزنجبيل، وفي الاخير درت مغرف صغيره كيما كتشوفوا حرور احمر. ندير رشه تاع ملح ونبدا ندير لهم بالبانسو بهذه الطريقه. بزاف بنات يقولوا لي علاه ما درتيش المطارد. حبيباتي المطارد اللي كان متوفر عندي كانت البنه تاع شويه عيانه. هذا هو الطبق اللي تنجموا ديروه بهذا الكويس تاع الدجاج واللي هو البطاطا كوشه كيما كتشوفوا هنا بعد ما طابت ليا. بالنسبه للصور والوصفات كامل اللي راني نهضر لكم عليهم ان شاء الله نحطهم لكم في صندوق الوصف. هذاك الصدر تاع الدجاج بعد ما رحيته انا هذا البول كان فيه التوابل بغيت نمسحها برك. نتوما ما ديروش توابل. هنا بغيت ندير لكم واحد الاطباق يعني تقدروا تشكلوهم بهذا الصدر تاع الدجاج. ديروا له برك كميه قليله من الملح وخلوه. تنجموا حتى ديروا به مملحات. انا دوك نحطه في ساشي نتاع كونجيلاسيون نقسمه على 4 ونحط لكم الاطباق اللي تنجموا ديروهم يعني بهذا الصدر تاع الدجاج. حبيباتي قلت لكم نوريكم الصور ولكن الفيديو كنت صورته مره واحده على هكاك ما نجمش نقطع لكم. نخليكم حتى للاخير وتشوفوا واش هما هاد الاطباق اللي تنجموا ديرهم بهذا الصدر تاع الدجاج المرحي. وبالنسبه للاجنحه درت لهم نفس التتبيله اللي درتها من قبل كما تشوفوا. نعاود ندخلهم في ساشي تاع كونجيلاسيون. بعد كي نحتاجهم نعاود نخرجهم نخليهم ديكونجلا وندير لهم كميه من الزيت والرند ومن بعد نعاود نشويهم عادي. نديرهم في هذوك لي ساشي الخاصين بالشواء. وبالنسبه للدجاج حبيباتي هذاك اللي بقى ليا كنت قسمته على 2. كاين مرات اللي ما ندير فيها لا اطباق بريستيج لا والو يعني نحط هذا الدجاج يطيب وندير به جلبان ولا لوبيا ولا حتى زيتون. هادو هما الاطباق حبيباتي اللي كنت حكيت لكم عليهم من قبل يعني تحتاجوا فيهم نص صدر تاع دجاج ولا ربع. على هكا قلت لكم هذاك الحشو تاع صدر تاع الدجاج قسمته على 4. هادو كامل الوصفات نوعدكم نحطهم لكم في صندوق الوصف باش كامل تجربوهم. وهنا حبيباتي قلت لكم هاد التحضيرات كامل تاع الدجاج درتهم 3 دجاجات. هادو 2 دجاجات برك ومن بعد في الاخير نوريكم الدجاجه وحده واش درت بها. كيما شفتوا هنايا كنت درت الحشو تاع البوراك تاع البسطيله. هاد الدجاج قسمته على 2 برك ودرت هذوك الصدر تاع الدجاج درته مرحي. وهنا هذه الدجاجه الثالثه كنت درت منها البروشات. هذاك صدر تاع الدجاج كنت قلعت منه ربع ودرتها بروشات. وهذاك اللي بقى ليا بغيت نديرها على شكل ليبول. بالنسبه لليبول درت وحدين كبار وحدين صغار. درت لها هذه التتبيله درت فيها قزبر وحبه كحله كمون وملح وزيد درت فيها ثوم درت فيها الفلفل الاحمر ودرت يا ربي ان شاء الله ما ننسى لكم حتى حاجه. درت فيها كركم. بعد ما خلطتهم كما كتشوفوا درت ليبول صغار وكبار. من بعد نعاود نقليهم في الزيت باش ما يتلصقوليش. انا ما طيبتهمش قليتهم برك. ان شاء الله حبيباتي يعجبكم هذا الفيديو نتاع تحضيرات رمضان وحتى نتوما تدوا افكار منه.